بعد فوز الزمالك بكاس مصر لكرة السلة وتحقيقه أول بطولة السنة دي في كل الألعاب، كرة وألعاب صالات، بطولة واحدة حققها، خرجت عضو مجلس إدارة الزمالك والمذيعة بقناة الزمالك السيدة نيرة الأحمر، قالت إيه؟ قالت: ملوك الصالات قولا وفعلا، الزمالك يفوز بكأس مصر لكرة السلة ويواصل فرض هيمنته على جميع ألعاب الصالات في مصر بلا منافس. كفاية كذب، كفايه كذب وتضليل للناس. الزمالك محقق بطوله، الاهلي محقق 17 بطوله، فين فرض الهيمنه؟ هو الكذب ده انتوا ايه في الجينات؟ الكذب ده بتاخدوه في الدم حقن؟ ما تفوقوا، كفايه تضليل للناس. لو بيسمعك 4-5 من عينتك كده، يمكن هو ما بيقراش ومش متابع، هياخد كلامك على انه صدق ويطلع يهبهب بيه زيك كده، زي واحده طلعت في استوديو راديو الزمالك بتزغرط على الهوا. هو ده الاعلام اللي يرضي نقيب الاعلاميين السيد طارق سعده؟ دول ما يتعاقبوش، دول معاهم حصانه، دول زملكاويه، ما احنا في زمن الزملكه. كفايه تضليل لعقول الناس البسطاء. ادي النتيجه 17-1، الاهلي محقق 17 بطوله في كل العاب الصالات وكره القدم، والزمالك محقق بطوله، نتيجه 17-1. كفايه كذب يا كذابين يا مضللين.